الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم يا رب بخير. النهارده ان شاء الله يومنا بقى على السطوح، مش يومنا في الصبح بدري طلعنا على الطيور وشفنا بنأكلهم ايه ونشربهم ايه في عز الغلا والعلف الشديد، غلا العلف الشديد. والفيديو ده من مشيئة الرحمن. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ده غسيل او تجهيز الطحين عندنا، اللي هو ايه، طحين الغله وغسيل الغله. ان شاء الله باذن الله. برضو الفيديو ده هينزل بعد الفيديو ايه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي بمشيئة الرحمن. يلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين، ويقوينا جميعا على ايه، على مصالحنا، اللهم امين. يلا هنبتدي فيديو الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا بنطلع للطيور في الصبح، وكلنا بنبقى شايلين هنأكلهم ايه النهارده ونشربهم ايه. دي الأوضة كلها حطاها صراحة عشان هي مسقوفة والدنيا برد، حطاها ليهم كمان في عز الصيف عشان هي ايه الوحيدة المسقوفة، يعني يعتبر ومقفلة عشان خاطر القطط ما تشربش من عند الطيور وحاجات دي. لما بيكبروا بخرجهم على السطوح عادي، لكن لما بيبقوا صغيرين تبقى مناعتهم ضعيفة فبيتعبوا مني بسرعة. دي شروة كتاكيت كنت لسه جايباهم، مكملتش يوم يعني، لسه جايباهم. هم ساسو، هما بيقولوا لنا ساسو، بس للأسف يعني أنا الفيديو ده بسجله دلوقتي بعد اللي حصل لهم. يعني هما تاريخهم جايين معديين أو فيهم عدوى، خلاص هما جايين بيشربوا كلهم. بس يعني العيب مش عندي، لأن أنا كذا حد اشترى في الشارع عندنا ماشي، والمصدر الظاهر أول مرة نشتري منه الظاهر ايه، الظاهر معدي أو مش فاهم. يمكن العربية فيها عدوى، يمكن اتهووا منه، تعبوا مننا يعني خالص صراحة، وقدر الله ما شاء فعل. وللأسف احنا بيجيبوا لنا أرخص الأنواع وأردأ الأنواع، يعني شو الدساس وبنشتريه. كنا مشترين الواحد تقريبا ب5، في عز ما بيقولك بيعدموا الطيور. يعني هما بيجيبوا لنا أرخص حاجة وأردأ حاجة بيبيعوها لنا هنا غالية. 5 دي معناها الساسو النظيف اللي هناك، اللي في القاهرة أو المحافظات اللي بحري. للاسف هنا يمكن ان احنا يعني بيستغلوا ان احنا مش عارفين، بيجيبوا لنا يعني اردأ حاجه، اردأ نوعيه. لان انا مره ربيت ساسو وكان حجمه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني دخل على 3 كيلو. واحده في التعليقات قالت لي لا على فكره ده مش الاصلي، ده مش الساسو الاصلي، ده ساسو ايه اللي هو الدرجه الثانيه. قلت كمان يعني بالك الاصلي هيبقى ايه يعني ده كان كانه دكرومي اللي انا ذبحاه. نفسنا بقى حد يجيب لنا حاجه نظيفه كده نربيها زي الناس، لان ما يضحكوش علينا. طب وانتوا واللي بيعدموه دول يدوه لنا احنا ناكله ونهتم بيه احنا. بس يلا ربنا يا رب يحسن الحال ويرخص الاسعار شويه ان شاء الله باذن الله. طبعا الصغيرين طبعا احنا هناكلهم، هننزلهم على طول على ميه سكر، ميه ومحلول اللي عندك بقى، ميه وعسل نحل اللي عندك، عسل اسود برضو ماشي، وعارفه طبعا صرف. والعارفة تقريبا اسمها مش فاكرة عشان هي احنا جايبينها فلت، اسمها الفهد باين او حاجة كده يعني. لا انا هفتكر لكم اسمها واقولها، يعني برضه حاجة نظيفة، هي العلفة صراحة حاجة نظيفة. الكبار طبعا حطوا لهم، انا مش باكلهم علفة خالص، بحط لهم نسبة علفة بسيطة، اغير لهم المية طبعا. بحط لهم نسبة العلفة لا تذكر، لاني لو انا هشتريه يبص معاهم ردة والدشيشة وشوية علفة لا تذكر، يعني عشان ايه تشدهم للاكل. لكن انا لو حطيت لهم علفة لا مش هكفي كده، يبقى انا عايزة ايه، ميزانية خاصة مع اكل البيت. يعني اللي انتوا شفتوه هم بيتلموا حوالين اكل البيت اكتر من اكل العادي يعني. خلاص هو طبعا انا عايزه الصغير عن الكبير. الناس اللي هتقول لي النفس لا غصب، عشان خاطر الاوضه دي هي اللي تعتبر المحكومه. انا فيما بعد الفيديو ده خرجتهم، يعني خرجتهم بره على السطوح الكبار، وسبت الاوضه للصغيرين. شوفوا ملمومين على اكل البيت اكتر من الاكل بره، اكتر من الاكل بتاع اللي هو الدشيشه واكل الطيور العادي. اكل البيت هو اللي فعلا هو بيغذيهم. هتلاقي فيه نسبه خضره كتير، هتلاقي فيه نسبه رز برضو، هتلاقي فيه نسبه مكرونه نشويات، هتلاقي حاجات كده متخلطه. بس اهم حاجه الاكل ما يبقاش ايه، ما يبقاش معفن أو